في قلب الصحراء الكبرى حيث الرمال تمتد بلا نهاية، انتشرت أسطورة عن كهف غامض يقال إنه يخفي أسرارا لا يعلمها إلا الزمن نفسه. كان الناس يتجنبونه يتهامسون عنه في الخفاء ويقصون حكايات عن أولئك الذين دخلوه ولم يعودوا أبدا. لكن نائل الشاب الذي لم يعرف الخوف لم يكن يؤمن بالخرافات. كان عاشقا للمغامرة دائم البحث عن الغموض. حين سمع عن الكهف قرر أن يكتشف حقيقته بنفسه. مع اقتراب الشمس من المغيب وصل إلى مدخل الكهف. الهواء في الداخل كان باردا على عكس الحرارة اللاهبة بالخارج. تقدم بحذر حاملا مصباحه وعيناه تتفحصان الصخور القديمة المنحوتة بنقوش غريبة. فجأة لمح ضوءا أزرق يتوهج في أعماق الكهف. لم يكن ضوء نار أو انعكاسا للضوء، بل كان أشبه بشيء ينبض بالحياة. اقترب نائل بحذر ليجد أمامه مرآة ضخمة غريبة الشكل، لا تعكس صورته بل أظهرت شيئا آخر تماما. مدينة ضخمة مبانيها تطفو في الهواء، وأناس يسيرون على جسور غير مرئية ومركبات تحلق بلا أجنحة. شعر نائل برشفة تسري في جسده لكنه لم يتراجع. مد يده ببطء ليلمس سطح المرآة، وما إن فعل حتى شعر بقوة رهيبة تسحبه بقوة إلى الداخل.